السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقاء النصارى. ورقة النصراني تحت قبضة شيخ القساوسة. تعالوا بينا نشوف مع بعض. هو انت حضرتك عايز تضرب الكتاب المقدس والقرآن الكريم؟ انت كده بص بتدمر الكتاب المقدس والقرآن الكريم. ايه الدليل؟ تعالى بقى في سفر العدد عند حضرتك بيقول لك ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم. ربنا مش انسان، ده في كتابك. طيب، وبرضه في سفر التكوين قال الرب لا تدين روحي على انسان لانه بشر، انا ما بتجسدش لان البشر بيزيغ. ده في كتابك كل ده. وعندي الله ليس كمثله شيء، يعني استحالة ان الله يبقى انسان من كتابك وكتابي. انت كده بتدمر كتابك وعايز تدمر كتابي. يعني ايه المنطق بتاعك ده؟ اولا انا لا اؤمن بان الهك هو الهي يا صديقي، فانت لا تخلط الحابل بالنابل. دلوقتي خلينا في موضوعك انت. اولا انا الهي طبعا يقول انا ليس انسان لكي اندم، لان الانسان يندم، الله لا يندم. فالله لا يقول عن نفسه انه لا. بيقول لك ايه؟ لاحظ، النصراني بيدمر كتابه ولا مش فاهم كتابه، انا مش عارف. بيقول لك لاحظ ان الله لا يندم. لاحظ، خدتوا بالكم بيقول ايه؟ لاحظ ان الله لا يندم. ده كلام مش عارف. تعال بقى هنشوف لسه مع بعض. تعال. يتجسد، هو بيقول انه انا طبيعتي ليست طبيعة انسانية، فبالتالي لاني انا مش انسان انا ما بكذبش ولا بندم، ما عنديش صفات الانسان او ضعفات الانسان او نقائص الانسان. دي معنى الاية لما ربنا يقول ليس انسان فيكذب. ونحن كمسيحيين نؤمن ان الله روح، نحن عندنا آية صريحة الله روح، انتهى الموضوع. فاحنا عارفين انه هذا الكائن المدعو الله اله الكون هو روح وليس انسان. ده موضوع يعني ما منتهي عندنا. دلوقتي ظهورات الله هذه نسميها ظهورات وتجسدات، عشان الانسان يقدر يتواصل مع الاله لا يستطيع ان يصل الى علو الاله. فالله بمحبته وتواضعه يتنازل ليظهر للإنسان ويتفاعل مع الخليقة بتاعته. احنا ما عندناش مشكلة في الظهورات الإلهية وما عندناش مشكلة في التجسد الإلهي. أنت صديقي، فأنت لا تخلط الحابل بالنابل. دلوقتي خلينا في موضوعك. انا عايزكم تركزوا شوية، ركزوا بالله عليكم. انت اولا انا الهي طبعا يقول انا ليس انسان لكي اندم، لان الانسان يندم، الله لا يندم. اخدين بالكم؟ الله لا يندم، الرب لا يندم. تعالى بقى يا ورقة، ركز كده، ربنا يهديني ويهديك. ركز كده يا حبيبي. في سفر الخروج 32:14 فندم الرب. ده في سفر الخروج، ده الرب هو اللي بيقول، ده كلام ربنا. ركز يا ورقة. فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. الرب ندم، وانت تيجي تقول لي الرب ما بيندمش؟ ما انت كده. طب انا هصدق الرب ولا هصدق حضرتك؟ تعالى يا ورقة، تعال. هذه ليست إجابة على سؤالي، أنت تحاول أن تغير الموضوع ولن أسمح لك، ولكنني سأرد على هذا. لما ربنا يقول أنا مش إنسان لأندم ولا ابن إنسان لكي أكذب، ربنا بيقول لك إن أنا ما عنديش صفات الإنسان الناقصة. الآن لما الكتاب المقدس يستخدم كلمة ندم الرب عن الشر، على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه، كلمة الندم هي كلمة قاصرة عن تعبير عن مشاعر الله، لأنه لا توجد أي لغة بشرية تستطيع أن تعبر عن مشاعر الأسف والحزن الذي يشعره الله تجاه الشعب الذي خلقه. فالكلمة نفسها قاصرة، ولكنها أقرب كلمة
تعبر عن الأسف الذي شعر فيه هذا الإله، عن الحزن الذي كفاية ورقة، ورقة كفاية، اقسم بالله ورقة. انت لو بتتكلم على واحد صاحبك ما تتكلم بالطريقة دي. انا مش عارف، تأدب، انت تتكلم عن الله، تأدب. ده انت لو بتتكلم عن واحد صاحبك والله ما هتتكلم بالطريقة دي. تعالى الله علوا كبيرا عما تقولون، سبحانه عما تصفون. والله العظيم انا ما عارف اقول ايه بعد الكلام ده. الحكم ليكوا بقى، اسمعوا بقى الكلام ده والحكم ليكوا بقى. شوفوا بقى الكلام بتاع ورقة ده، لان ورقة بصراحة هيجيبها لي. ربنا يهديك يا ورقة. اخوة، هذا وان كان من توفيق فمن الله الواحد الاحد، وان كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. اخوة فضلا ليس امرا شاركوا الفيديوهات. لا تنسون من صالح دعائكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.